أما بالنسبة لحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، بارتفاع الموج 4 أقدام. أما بالنسبة لدرجات الحرارة على مختلف مدن الكويت اليوم، فترتفع درجات الحرارة في عموم المناطق الكويت. وفي مدينة الكويت 44 درجة مئوية نهارا، وأثناء الليل 33 درجة. وتكون درجة الحرارة في مطار الكويت الدولي أثناء النهار 46 درجة مئوية، وخلال الليل 28 درجة. أما مدينة العبدلي فتكون درجة الحرارة 48 درجة نهارا و29 درجة ليلا. وفي مدينة الجهراء تكون درجة الحرارة أثناء الليل، أثناء النهار 46 درجة مئوية، والليل 32 درجة مئوية. أما منطقة السلمية والسلمانية فتكون درجة الحرارة 42 درجة مئوية نهارا و32 درجة أثناء الليل. بينما تكون درجة الحرارة في مدينة الأحمدي تكون درجة الحرارة أثناء النهار 41 درجة و33 درجة أثناء النهار وأثناء الليل. أما جال الرياح فتصل درجة الحرارة أثناء النهار إلى 47 درجة مئوية، وتكون ليلا 30 درجة خلال الليل. وفي النويصب تكون درجة الحرارة 44 درجة أثناء النهار و28 درجة أثناء الليل. وفي منطقة الوفرة تكون الحرارة أثناء النهار 46 درجة مئوية وتكون 26 درجة خلال الليل. ونتابع. الكويت تنفي حجب أحد تطبيقات برنامج التواصل الاجتماعي. نفى رئيس إدارة مجلس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية عمر العمر وجود أي حجب لأحد تطبيقات برنامج التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الهيئة لا تقوم بالحجب إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية. ونقل مركز التواصل الحكومي الكويتي مساء الاثنين الماضي عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات بشأن اللغط الحاصل في برامج التواصل الاجتماعي حول حجب أحد التطبيقات أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المختصة قانونا بحماية خصوصيات المواطنين والمقيمين كافة والحفاظ عليها من أي تدخل أو تعرض للاختراق. وبشأن مناقصة مشروع تطوير بوابة الإنترنت، أوضح العمر أنها تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات داخل وخارج الكويت تتماشى مع الزيادة المطردة التي وصلت إليها البلاد. وأضاف أيضا أن المناقصة تهدف أيضا إلى حماية بوابة المعلومات بالدولة في حال تعرض الكويت لخطر المعلومات. وقال أنه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي فهد الشعلة، فقد تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصيتهم. ونتابع. إيرادات الكويت النفطية تسجل 6 مليارات دولار كحد أدنى. كشف تقرير حديث تسجيل إيرادات الكويت النفطية خلال شهر أغسطس آب 2023 نحو 1.854 مليون و1 مليار دينار عراقي وكويتي وهو ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي. وقال تقرير الشال الأسبوعي الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة أنه بانتهاء أغسطس آب الماضي سيكون الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2023-2024 قد انتهى، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 82 دولارا. وأشار إلى ارتفاع إيرادات الكويت النفطية بدعم من بلوغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس آب نحو 88 دولارا فاصل 7 سنتات، وهو أعلى بنحو 18 دولارا فاصل 7 سنتات للبرميل، وبنسبة 26% فاصل 7 عن السعر الافتراضي الجديد، وهو السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والذي يبلغ أو البالغ 70 دولارا للبرميل الواحد بحسب التقرير.